الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عارف الناس بتحب الكلام عن الأمن والأمان والاطمئنان، وما بتحب الكلام عن الخوف، وبتكش من اللي بخوفها، وبتنتقص الزول اللي بيعبر عن خوف، وخاصة لو كان راجل. والموقف ده من الخوف ما صحيح ولا صحي ولا بيؤدي لحصول الأمان، لأنه الخوف من أقوى محركات الإنسان للبحث الجاد عن الأمان لحد ما يصل له. في الحديث: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. أولا لازم نعرف إنه الخوف أنواع، أهمها الخوف من الله ومن عذابه، وده عبادة من أعظم العبادات، بيحرك الإنسان للطاعة وبيخفف عليه، وبيحرق للإنسان لذة المعصية لحد ما يكرهها، وده محتاج لكلام براوي. لكن دارين نتكلم عنه النوع الثاني، الخوف البشري الطبيعي، واحد من أهم الغرائز والمحركات لنا، ولو فقد الواحد مننا أو نقصت من المطلوب حياته حتخرب. وربنا سبحانه وتعالى له حكم عظيمة في ابتلاءنا به، منا إنه نعرف ضعفنا وحاجتنا له سبحانه وتعالى، وما نألف الأمان الطويل، ونعرف حقارة الدنيا، ونستعد للدار الما فيها خوف، الجنة دار السلام التام والأمان. وأكيد ما في عاقل بيجرم كل صور الخوف، لكن الحكم عليه بيكون بناء على سببه ودرجته ونتيجته وصرحت به لمنه. يعني خوفك شنو ولياته درجة، والخوف ده حركك تعمل شنو وكلمت به منه. وأكمل زول هو اللي بيخاف من سبب حقيقي، وبيدي كل خوف الدرجة اللي بتناسبه، وبيوازن بين المخاوف، ويعترف به قدام ربه في الدعاء، ويسأل الأمان منه، ويصرح به للي بيحس إنه بيفيده براي أو تطمين سليم. وبعديها بيضع خطة مناسبة ويستخير فيها، ويخطو خطوات ثابتة للوصول للأمان مستعينا بالله. والوزن دي أدلته في القرآن والسنة وفي كلام الحكمة كثيرة جدا، يكفينا منها بس نقيف مع خوف سيدنا موسى عليه السلام، اللي هو واحد من أولي العزم من الرسل. خافت عليه وربنا طمنه ورجعه ليها. ولما قتل المصري من غير قصد فأصبح في المدينة خائفا يترقب، جاء التحذير فخرج منها خائفا يترقب. خطط وبذل كل الأسباب، خرج وترقب ودعا وتوجه، لحد ما حكى قصته للرجل الصالح في مدين، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وخاف مرة ثانية لما ربنا قلب له العصا ثعبان، لكن ربنا أمنه: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وعشان خوفه من عدم قبول الناس لدعوته، ربنا أكرمه وأرسل معه أخوه، قال: رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وصرح قدام فرعون بأنه كان خايف منهم عشان يقفل الملف ده ويشوف الأهم: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. لكن ما صرح به في المواجهة قدام السحرة، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وبعدها جاء تطمين ربنا له: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قوم لا من خافوا من الهلاك المحقق بين البحر وجنود فرعون، طمنوا بكلا إن معي ربي سيهدين، لأن ربنا زمان طمنوا بها، لا من قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الدرس الكبير لنا: كن مع ربك، ربنا بأمنك، وبشق ليك وسط بحر المخاوف طريق أمان يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الخوف الجاتنا مع الحرب دي نتعامل معاه كيف؟ أولا ما تكابر ولا تكبت خوفك، لأنه لا عيب لا بخالف الرجالة، بل بديك طاقة للتخطيط والعمل. ثانيا ما غلط تمسك ورقة وقلم وتكتب مخاوفك ودرجاته واحتمالاته وتضريباته وتحسيباته. الشغل ده بدون كتابة بيجوط عليك وبيعكر مزاجك لأنه متداخل. ثالث شيء حدد الخيارات والاحتمالات والمخاوف اللي فيها، وشاور لحد ما تصل لخطة أساسية وخطة بديلة. رابعا صل استخارة بقلب حاضر، وما تنتظر تشوف شيء في النوم ولا غيره، ولا تكلف غيرك يقوم ليك بالعبادة العظيمة دي. بعديها انطلق في التنفيذ، والفيه خير ربنا بيسره. خامسا ما تعكر مزاجك بأسباب ما في يدك تعملها، أبذل المستطاع وتوكل على الله واستبشر خير.
ولأنه نحن عادة بنخاف من الحاجات الحسية بس، فدي مجموعة من الحاجات المعنوية اللازم أنا وإنتي نخاف منها، سواء كنا في مكان الحرب ولا برا منه. نمرة 1، الخوف من الرسوب في امتحان المصيبة، بإني أتجزع وأسيء ظني برب الرحيم الحكيم وما أصبر على قدره، وتقتلني كلمة لو اللي بتفتح عمل الشيطان. نمرة 2، الخوف من إنه يكون ده عذاب. أيوة، لأنه المصيبة ممكن تكون لواحد رحمة ورفع الدرجات، وليتاني اختبار وامتحان، وليتالت عقوبة وعذاب، وما في يد صك من ربنا إنه دي ما عقوبة لي. والعقوبة بترفع بالاعتراف والتوبة، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. نمرة 3، الخوف من تبلد الإحساس وقسوة القلب، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فنعمل حسابنا ونلين قلوبنا ونتوب من ذنوبنا قبل ما تحصل علينا الآية اللي بعديها، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يعني عذاب اقطع مننا أي رجا في فرج أو خير. وفي الآية الثانية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني صوت الضرب اللي بتسمعه والموت اللي بتشوفه ده كان ما حرك قلبك لتوبة، فالله أعلم تاني يكون فيك أمل. نمرة 4، ودي أخطر لأنه فيها سوء أدب مع الله، الخوف من نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. لأنه أنت لما تتوبي من لبسك الشين وقت الخوف والحرب، وأول ما تطلعي برا البلد ترجع حليمة للبستها القديمة، فدي مصيبة أكبر من الحرب والدمار. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويبقى الحال زي حال المجرمين، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. اللهم إنا نعوذ بك من خوف لا يعيدنا إليك، ومن توبة ننقضها بعد الأمان. اربط اللهم على قلوبنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا والطف بنا، ارحم الموتى واشف الجرحى وعوض المصابين في أموالهم وأمن الخائفين، وسلم بلدنا من كيد الماكرين وخيانة المتربصين، آمين. تابعوا معنا مجموعة من المقاطع والمقالات الأخرى على قناة عبوديات الحروب على التليجرام.